خلوني أعطيكم أقدم طريقة حسوية في الكبسة الصفراء، شيء يستحق يكون يمكم، ووعد بتقولون هذا اللذاذ وهذا الإتقان، وأنا معاكم في جميع الأكلات أسهلها إن شاء الله. تعطوا هالمقاطع الطيبة اللي تحبون يتعلم، ويلا الحين خلونا نطبق المقطع كامل مع بعض. تحية طيبة عليكم، اني انا شيف الحساء. جميع المكونات في صندوق الوصف مكتوبة لكم. عندنا هنا نص حبة بصل بتكون، وحبتين طماطم كبار مقطعين، وكذلك الفليفلة، والجزر هنا مكون اساسي، والفلفل اختياري لكم. كذلك حبة دجاج بتكون معانا كاملة، والبهارات المشكلة اللوم عمان، كذلك الدارسين والبهارات البيضاء، وعندكم الكركم مكون اساسي، وبقية المكونات. وعندكم هنا صفار الزعفران راح يعطينا لون اكثر صفورة، وهنا الملح بعدد 3 ملاعق حليب أطفال أو 3 ملاعق متوسطة، حق تكون حق كل شيلة ملعقة. كذلك الزبدة هنا عندنا 150 جرام حق الكيلو الكامل من الرز، والثلاث شيلات من علبة بوكرسي هي تعدل كيلو كامل، وهذا كل مكوناتنا. والآن على التطبيق مباشرة. واكيد الوالدة ما تقصر تدعمني بمطبخيتها اذا شافت الشي فيه حساوي، فعموما هذا المطبخية اللي بطبق فيها الوصفة. هنا الثلاث شيلات راح اغسلهم زين ما زين 3-4 مرات حتى يصفوا من النشا، وبخليه منقوع لمدة ساعة كافي عليه. وعلى التطبيق الحين هنا نشغل النار، ونستخدم الزبد 150 جرام او زيت او لية الغنم، اختيار الامر لكم. وهنا نقطة مهمة، راح اخلي الدجاج يتشوح على الزبد تمام قبل ما احط اي مكون، حتى تاخذ نكهة وتاخذ اللي هو لون من الحمس بالزبدة تمام. هذه الخطوة جدا تخلي الدجاج معاكم طيب ومرتب. الحين بعد ما اخذ معاي 5 دقائق تقريبا قلبت الدجاج، راح اضيف المكونات هنا عندنا كامل البهارات، ونقلب كل المكونات مع بعض. والآن بعد ما قلبناهم خلاص الحين نضيف هنا عندنا الطماطم والفليفلة والبصل. طبعا البصل مكون اختياري لكم، مو أساس في الطبخة، الأساس الطماطم والفليفلة والجزر. أضفت هنا 2 لتر ماي بعدد 6 شيلات على اللي هو الحمسة كاملة حق الدجاج حق استوي. وبعدين في النهاية راح نحسب كم نقص من تقديريا، ونخلي حق كل شيلة رز شيلتين ماي. وخلاص بعد ما خلص معنا الوقت، خذت معي 45 إلى 50 دقيقة حسب نوع الدجاج. نشيل الحين الدجاج أو نكبس عليه، الأمر اختياري لكم يا جماعة تمام. شلت الدجاج عشان أحمره في الفرن بعد ما ملحه. هنا أنا تقديريا شفت إنه نقص من لتر كامل، يعني 3 شيلات، وأنا أبي حق كل شيلة شيلتين ماي، فمعناته لازم الحين أضيف له لتر ثاني عشان يكون الميزان عدل، فيكون لكل شيلة رز أو لكل كوب رز كوبين ماي، لأن كيلو أنا قايل لكم في الموازين السابقة أن أقل من كيلو كل كوب له كوبين ماي. الآن لتعزيز اللون راح أضيف ربع ملعقة فقط مالت شاي من صفار الزعفران. الخطوة دي اختيارية لكم، إذا تشوفون الكركم كافي لكم، فربع ملعقة بتكون وافية وكافية حق تعطينا اللون الأصفر اللي نبي. كذلك إضافة الجزر الحين هو جدا طيب مع هالكبسة ومميز، وإضافة الملح الحين بعد. وخلاص الحين نشغل النار ونعليها أعلى شيء حق يفور معانا. من بعد ما فار الماء الحين مهم هالنقطة هذه تخلونه يفور، ثم تكبون الرز البسمتي المنقوع مسبقا. النار عالية يا جماعة، تبون حبة طويلة، تبون شيء مرتب، النار عالية. ونحسب له الوقت كالمعتاد بالدقة أعطيكم إياه، بياخذ معنا من 6 إلى 7 دقائق بالكثير، وبيتنشف مثل ما نشوف. النار هذه هي عالية حق طول الحبة وياكم. إضافة الفلفل الحين في هالمرحلة اختيار الأمر لكم، هذا الفلفل حار طبعا ولا راح ينفتح، ما بيأثر في الرز حق اللي ما يحبون الحار. تشوفون الحبة الحين كيف قاعد تطول معانا، ولا حاولت اني احرك على الرز نهائيا عشان لا يتكسر. هالمرحلة ما يحتاج تحركون عليه، خلوه على راحته، اهم شي النار عالي تحته. خلاص اكثر الماء تنشف، والحين شويات جحور النمل تطلع، ويكون الوقت انتهى ونغطى عليه. 7 دقائق الحين. خلاص الحين نقصر على النار اوطى شيء، ونكتمه بالقصدير اذا ما عندكم هالغطا هذا، لان هذا المطبخية تكتم البخار وتسوي، فانتوا كتموا بورق الزبدة او القصدير اذا كان جدركم عادي، وحسبوا له الوقت.
25 دقيقة عشان البخار يعود عليه ويسوي، وبتشوفون كيف تطلع معاكم الحبة مرتبة والنار ناصية يا جماعة، شامعة مثل ما نقول. وخلاص من بعد الحين ما خلص الوقت نفتح عليه، وما شاء الله ريحة عطرية بشكل لا يوصف لذاذة. شوفوا كيف معاي الحبة هنا منثورة وفوقها هشة، شيء نعم يستحق، ولون فاقع لونها مثل ما تقول الآية. فجميلة هالوصفة، لا تخلون طبقوها. وهذا الدجاج بعد ما حمرته وجاهزة، شيء خفيف وطيب ولذيذ. أتمنى المقاطع هذه تعطونها اللي تحبون يتعلم، ولا توقف عندكم ولا بخدمتكم في أي سؤال. وفي أمان الله.